أنا عارف إنك قاعد مستني بطولة كأس الأمم الأفريقية ومستني تتابع أحداثها، عشان على الرغم من إننا لينا باع طويل قوي في البطولة دي وكسبناها كتير، إلا إنها هتفضل البطولة المفضلة لينا كجمهور مصري. البطولة دي ليها طابع خاص مع الجمهور، ودايما لما بنشارك فيها بيبقى عندنا أمل كبير إننا نكسبها، بغض النظر عن حالة المنتخب قبل البطولة. وعشان كده جمعت لك شوية أرقام وحقائق عن البطولة دي. بس قبل ما نبدأ، تعالوا ندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا يفك الكرب اللي هم فيه وينصرهم. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. انا احمد خليفه، وهنتكلم النهارده عن اغرب حقائق وارقام بطوله افريقيا. اول بطوله كاس اتلعبت في السودان سنه 57، وكانت مكونه من 4 فرق: مصر، اثيوبيا، السودان، جنوب افريقيا. وتم استبعاد منتخب جنوب افريقيا بسبب اصراره على المشاركه بلاعبين بيض فقط، واستبعاد كل اللاعبين السود، الامر اللي خلى الاتحاد الافريقي ياخد موقف بسبب العنصريه الشديده من جنوب افريقيا. أول هدف في تاريخ كأس أفريقيا سجله لاعب المنتخب المصري رأفت عطية في مباراة مصر والسودان في الدور قبل النهائي من بطولة 57. منتخب مصر هو الأكثر تتويج باللقب برصيد 7 ألقاب، وراه الكاميرون 5 ألقاب، ثم غانا 4 ألقاب. الكاميروني صامويل إيتو هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدف في 6 بطولات. أكبر لاعب شارك في بطولة أفريقيا هو عصام الحضري، وكان عنده وقتها 44 سنة و21 يوم. آخر دولة مضيفة وصلت للنهائي كانت مصر في 2006، وفازت باللقب بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار. آخر 6 مشاركات لمصر في البطولة وصلت للنهائي 5 مرات، وفازت باللقب 3 مرات. بطولة جنوب أفريقيا سنة 96 كانت أول بطولة تضم 16 منتخب، وبطولة مصر 2019 كانت أول بطولة تضم 24 منتخب. من بداية البطولة لحد دلوقتي في 16 لعيب سجلوا 17 هاتريك. آخر هاتريك في بطولة أفريقيا سجله المغربي سفيان العلودي في لقاء المغرب وناميبيا في دور المجموعات بطولة 2008. اللاعب الوحيد اللي سجل أكتر من هاتريك في تاريخ البطولة هو المصري حسن الشاذلي. المصري أحمد حسن والكاميروني روجي بورسونج أكتر لاعبين شاركوا في نسخ البطولة برصيد 8 نسخ. المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفان كيشي هما الوحيدين اللي قدروا يفوزوا بالبطولة كلاعب وكمدرب. الكونغولي نضاي مولامبا هو أكتر لاعب سجل أهداف في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف. في 12 منتخب من اللي فازوا قبل كده باللقب هيشاركوا في بطولة كوت ديفوار 2023. من أول ما اتلعبت البطولة لحد دلوقتي في 15 منتخب بس اللي قدروا يفوزوا باللقب. لو عجبك الفيديو أو استفدت بأي معلومة منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا وأشوفكم على خير.